اللهم صل على محمد. صلوا على آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ نحن آل محمد، نحن آل البيت، وبقية العرب مستأجرين عندنا. والدليل على ذلك ما يحدث في العراق وفي سوريا ولبنان واليمن. نعم، نحن الأقوى ونحن المنتصرون. لا ندخل في موضوع السياسة والدين لأن هذا يغضب بالحسين. المهم أيها الأحباب الكرام، اليوم حديثنا عن الضغط. شنو ضغط يا حسين؟ شنو ضغط؟ شنو ضغط؟ هذا الضغط اللي يعملوا فيه الأكل. الضغط هذا مكتشفه أو مخترع الضغط هو شيعي، أحد علماء الشيعة كان اسمه ضغط، وسأروي لكم قصته كما جاء في رواية جده عن ضقايات عن جده ضقاط ابن قلص ابن ملعقة ابن دستة ابن كتلي، عن خاله المقرف البايع، قال أنه حدثهم البالدي عن ما يسمى بالسطل عن الدسميسة ابن القريك عن خالهم. منو خالهم؟ من هو خال الضقاط والدست والكتلي؟ القاز، لأن كل شيء يرجع إلى القاز. بارك الله في قازي. قال عن ذلك الضقاط آية الله الضقاط ابن محات ابن قلص ابن كتلي كان قاعدا مع الأئمة كلهم، فقالوا له نريد أكلا مطبوخا جاهزا مستعجلا، فما كان من ضقاطا إلا أن اخترع هذا الضقاط. لا إله إلا الله. صلوا على آل محمد. اللهم صل على آل محمد. فاخترع ضقاطا شيئا كذا مسطولا مربع ومثلث ومقسوم على 2 في 5. شنو هذا الاختراع؟ فأخذ هذا الاختراع إلى الأكل ودخل الأكل فيه، فضغط الأكل. شنو صار بعد ما ضغط الأكل؟ شنو صار؟ يعني بسل الأكل. شنو بيصير يعني؟ فلما بسل الأكل قدمه في خلال دقائق، فأطلقوا عليه آية الله الضقاط ابن كتلي ابن قلايس، فبكى الضقاط وبكى الطعام وبكى الكتلي. ونلتقي بكم في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.